ويسعد الالاف من اعضاء الجمعيه العموميه. مبروك لجماهير واعضاء جمعيه عموميه الزمالك. ده تقريبا وش احمد ابو الفتوح يعني. ماشي، ده رقم واحد. رقم اثنين، فين حازم امام؟ تعالى. حازم امام تعالى، كابتن الفريق. خلاص ده قرار، عمل استخاره، والكابتن اسماعيل يوسف كان هنا دلوقتي اهو، هو امير، واخدين قرار ان حازم هيتعين في قطاع الناشئين. وكان محفوظ ابن من ابناء النادي. احنا ما بنسيبش حد وما بنبيعش ولادنا، يعني ما بنبيعش ولادنا زي غيرنا. تمام؟ ياما محمد عماره وياسر ريان وياما دول كلهم كسبوا النادي، وحسام اسمه حسام ايه الولد اللي كان دايما عاشور، ها؟ وفي الاخر ما لهمش مكان في ناديهم ولا في قناتهم. مبروك يا حازم، الله يسلمك. مبروك مكان كابتن اسماعيل وامير، تستلم من بكره ان شاء الله. شكرا يا ريس، الحمد لله على سلامه ابنك. الله يسلمك ان شاء الله. مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب الناس بقى اللي عايزه تصطاد في الماء العكره، كلمني الحاج سمير خال احمد فتوح، انسان مؤدب جدا، وكلمني احمد اعتذر ليا والجماهير نادي الزمالك، واتفقنا ان احنا نبدا صفحه جديده. موضوع بقى التحاليل والكلام الفارغ دون ليه كلام تاني، لانه اللي بلغني اداري في الفريق، واضح طبعا ان هو الاداري بالتاكيد، وانا وقفت الاداري ده خلاص، لانه هم قالوا له ان احنا في كورونا او حاجه كده يعني. فهو الراجل بيقول لي انا شاكك في انه حصل كذا كذا. ايا كان، يعني ايا كان، احمد في سن حفيدي او حفيدتي، وانا قلت له حتى انك انت احسن باك شمال في مصر، لكن احيانا الابن بيتدلع على ابوه. اللي انا عايز اكده ان احمد لم يتجاوز لا في حقي ولا في حق النادي في الحوار ده، عشان اللي كانوا بيقولوا لا اصل خناقه قبلها بيوم، لا انا كنت بقول له هو ولاعب تاني انتوا عندكم موهبه كبيره جدا، حافظوا عليها. تمام؟ الاخوه بقى بيقول لك اصل ما كان مش عارف خناقه وحصل، لم يحدث. تاني بيقول لم يحدث. القصه بتاعت الاداري اللي بلغني وقال لي طبعا يعني انا متصور ممكن يكون نوع من التمرد، تصور يعني ان قبلها بيوم انه لما قلت له حافظ يا ابني على صحتك وحافظ 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 ولياقتك البدنيه، حتى انا قلت له انا زعلان منك عشان انت جبت جول في نفسك، فقال لي طب ما محمد عبد الغني. قلت له محمد عبد الغني الكره خبطت في صدره زي الفيلم بتاع سور الصين العظيم بتاع هنيدي لما قال لك يقدر طلع ردت في صدره. محمد عبد الغني. احمد من بكره ان شاء الله هيبقى في تمرين باذن الله. تمام؟ وهو يبتسم. بقول تاني، اي حد اصطاد في الماء العكره كلهم، مش عايز اقول اولادي، في اولادي وفي اخواتي الصغيرين وفي احفاد. تمام؟ بشكر امير طبعا انه حصل شيء محترم بينهم وبين بعض، كلموا بعض. وعلى فكره الحاج سمير خال احمد زار امير امبارح، وهو اللي مهد لهذه الزياره. بشكر اسماعيل يوسف طبعا، ودوره مهم وضروري جدا جدا جدا، لان اسماعيل من الشخص طبعا مع احترامنا لاسامه نبيل، والله اسامه ده جميل ومحترم وانا بحبه. تمام؟ وانا خايف يلف ويرجع تاني معايا. ينور، ده بيته ومكانه ينور طبعا. فتاني احمد فتوح او الفتوح كلمني في التليفون، خلوا الاول طلبني وعملنا مداخله ثلاثيه، مش كده يا حاج سمير قدامنا اهو. تمام؟ وقال لي انا بعتذر لحضرتك وبعتذر للنادي عن اي حاجه طلعت مني. احمد خلاص كده انسان ملتزم، وزي ما قلت انا اعتبرتها نوع من التمرد لما هو زعل عشان انا شخطت فيه قبلها بيوم، فقال لك لا مش هحضر. هو التمرد ده بقى لي عقوبه بقى، يعني امير واسماعيل بدوا له عقوبه اسبوع ولا حاجه، بيشمموه فسيخ. عقوبه. بشكر جماهير الزمالك المحترمه. احنا بكره عندنا ميعاد مع السيد وزير الماليه ان شاء الله الساعه 4
علشان الحجوزات اللي احنا طلبناها. رايح وفد الاستاذ خالد لطيف اللي هو امين الصندوق، الاستاذ سليمان وهدان اللي هو علاء عضو مجلس الاداره، ومعاهم طبعا من خارج مجلس الاداره وجمال عبد الحميد واحمد مرتضى، ومعاهم من خارج المجلس المستشار احمد جلال ابراهيم رئيس اللجنه القانونيه في النادي، والمستشار محمود خالد مدير الشؤون القانونيه، والمستشار محمود العسال مستشار النادي، والمدير المالي. واحنا عندنا حد متخصص في الضرايب، ويروح معاهم اخونا شريف حسين. في طلب متقدم لرئيس مجلس الوزراء ان احنا ناخد ارض في العاصمه الاداريه اللي انا عملت لها امبارح دعايه بالملايين. في العاصمه الاداريه اللي هيبنيها الشركه اللي هي النيل للتطوير العقاري. اخر حاجه، الزمالك ما بيسيبش حد. دلوقتي كان عندنا غرامه على فريرا اللي هو ايه 200 كام 25000 جنيه. جالنا جواب دلوقتي من الرابطه ان لجنه المسابقات اتشالت الغرامه، لانه عرفوا ان ازاي هيحضر مؤتمر صحفي وفي واحد اسمه سمير جمال ولا سمير جمال شتمه، فاتشالت الغرامه. نمره 2، في تحقيق رسمي مع الحكم الرايه سمير جمال اللي شتم الراجل اهو، وبسبب اعتداءه على جيزو دوفريرا، من غير الهيصه ومن غير قله الادب اللي احنا بنشوفها، صفحات واطيه مأجوره. ادي برضه هو تحقيق رسمي، ادي جواب هنا اهو. تمام. بالنسبه للاخطاء التحكيميه، لجنه الانديه او رابطه الانديه جاي لي جواب من العقيد محمد فهيم للمدير التنفيذي انه تم خلط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنه الحكام الرئيسيه بالشكوى المقدمه من سيادتكم، والرابطه تؤكد انها دعمها لجميع الانديه. هي دي الاخبار اللي هي يعني اعتقد تفرح الناس، انما قله الادب واصل الحشيش واصل الخمره واصل مش عارف ايه. انا قلت تاني بقول تاني اهو، مدير اداري او حد من الاخوه اللي في الاداريين اللي هو اللي بلغني ان اتشالوا من السكور، وطبعا لانه هو غلط وقال القصه اللي حكاها لي دي. فبقول تاني، ولادنا محترمين، لا عندنا محمد عباس ولا عندنا احمد عبد القادر ولا عندنا اسمه دون الواد الكهرباء اللي انا عايزه يلعب ويلعب ويلعب ويلعب. العداد شغال والحسنه ايه بتحسن. ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا جدا باذن الله يوم الاربعاء، داخلين عليه ما عندناش ازمات الحمد لله. مشكله عبد الله خلصت، مشكله فتوح خلصت، وزي ما بتقول هنا القلب الكبير، هنا القلب اللي يساعد كل ولادنا. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. اخيرا الناس التاني بقول بتطلب مني ان انا اعمل رد على شباشي والشله الوسخه دي. انا رادد وهتشوف الفيديو، بس انا كنت مستني الماتش بتاع الاتحاد يخلص. هتشوفوا هم بيتعلقوا كلهم من رجليهم قدام الشعب، كلهم، المرأة المجنونة والواد الملحد، كله. تمام. ان شاء الله باذن الله بامرك انت يا رب باذن الله. بقول لجمهور الزمالك اقف ورا فريقك، اقف ورا لعيبتك، اقف ورا المدرب بتاعك. ان شاء الله هناخد كل البطولات باذن الله. احنا بنجتهد والنتيجه عند ربنا ان شاء الله. اجتهد الاول. اتفضل، انا خلصت كلامي.